تعادل يعتبر مرضي للزمالك في ظل ظروف الماتش. انت لاعب الاربع مع انبي، خسران، لاعب ماتش وحش، نفسيا مش كويس، سافرت 8 ساعات، جو صيام، لعبت الساعة 3 العصر، رطوبة 85%، جو حر. اللعيبة هنا بتلعب بالليل في جو بارد، هناك راحت لعبت الصبح في جو حر. كل دي ما هياش مبررات، ولكن كل دي مؤثرات عليك كلعيب بتخليك ما تعرفش تأدي الأداء اللي عندك. وبعدين الماتش كمان أرض ترتان، فاللعيبة مش متعودة على أراضي الترتان. أول الماتش بدأ بعك، طبعا شارك في العكة ديت شيكوبانزا، عمل علينا فاول، كورة صبحي ما يسألش عنها بصراحة، يعني لو حد يسأل عنها كان الحيطة. بعدها بشوية أحمد ربيع بيعمل باص طويل عالمي بصراحة، راح لعداء الدباغ الغريب اللي بيجيب اجوان عجيبة، يعني حط جون المفروض ان هو صعب، في حين ان هو ممكن يضيع لك حاجات اسهل من كده. انما من اكتر الناس اللي بتهاجم وعندهم روح وبيروحوا على الجون، يعتبر هو بالنسبة لي هو فتوح كان نجوم الماتش. شيكوبانزا اجتهد، ولكن برضه شيكوبانزا الغباوة بتاعته ما ملهاش حل، مش هنعرف نتصرف فيها. بس الحمد لله الماتش عدى على خير. الشوط التاني معتمد جمال حاول يسير الماتش على قد ما يقدر ان هو يوصل للتعادل ويطلع كده تمام. اللعيبة بعد الدقيقة 65 ايشو وقع، محمد ابراهيم وقع، ربيع، الشحات، فتوح، تقريبا الفرقة كلها وقعت. معتمد جمال على قد التغييرات اللي عنده ابتدى ينشط بيها. حاجة بس اللي لفتت نظري في الماتش، احمد شريف مش عارف هو عايز ايه يعني جاله انفراد ضيعه، كورة كانت هتبقى خطر جدا يستلمها غلط. انت فاكر نفسك بتلعب لسه في فاركو، فلو احمد شريف ما ظبطش نفسه يمشي، يعني مش ناقصين بصراحة، يعني احنا مش ناقصين علل ونقعد بقى واصبر عليه والكلام ده، لا انا مش هصبر على لعيب بيستلم غلط.